احنا عمرنا ما كان عندنا وصول للصحة زي ما موجود عندنا النهاردة، وبرغم كل ده عمرنا ما كنا تعبانين قد النهاردة. الصناعة دي صناعة الويلنس بتحاول تقنعك ان الصحة ممكن تيجي من بره، ان الصحة ممكن تكون في برطمان، ممكن تكون في ساعة سمارت، ممكن تكون في كبسولة، او ساعات في سموذي كمان. بس لو ده حقيقي، ليه الاكتئاب زايد، الاحتراق زايد، الناس تعبانه اكتر، احنا بندفع مليارات عشان نصلح من نفسنا وبرضه حاسين ان احنا اسوأ من اي وقت مضى؟ يمكن المشكله مش فينا، يمكن النظام اللي خلانا نصدق ان احنا مكسورين من الاساس هو المشكله. الفيديو ده مش جاي يلوم حد، الفيديو ده جاي يتكلم على ازاي صناعه فكرتها الصحه بقت مربحه عن طريق الاكاذيب. في سنة 2023 الويلنس اندستري عامة المبيعات بتاعتها او اقتصادها 6.3 مليار دولار في السنة. ده اكتر واكبر اقتصاد دول زي الهند وبريطانيا. يوجا، مكملات، اجهزة بايو هاكينج، ديتوكس تي او شاي ديتوكس، كل الحاجات اللي الناس بتقول لك عليها دي. البيزنس ده بقى من اقوى الصناعات في العالم. طب لو هو من اقوى الصناعات في العالم، ليه الناس بتمرض اكتر؟ يعني احنا معناها ان احنا بنستهلك اكتر بس بنمرض اكتر، ليه؟ المفروض العكس يحصل. هل ده يدل على ان الصناعة دي هدفها مش ان هي تعالجك؟ ممكن. هل ده يدل ان الصناعة دي هدفها ان هو يخليك دايما عاوز تستهلك؟ ممكن. كلمة ويلنس زمان كان ليها معنى مقدس، معنى تاني خالص. في الخمسينات دكتور امريكي اسمه هالبرت دان عرف الويلنس ان هي تناغم ما بين العقل والجسد والروح. ما كانتش عن منتجات ولا روتينات، كانت عن الوعي، ان انت تبقى صاحي لنفسك، لمشاعرك، لاحساسك بجسمك، لدنيتك عامه. بس مع الوقت الحكايه دي اتغيرت. في السبعينات بقت حاجه بتتباع، في التسعينات بقت لايف ستايل، في الالفينات بقت حاجه خارجيه تماما وبقت صناعه كامله. وعد بقى بالمليارات اللي يجي يقول لك شاي مش عارف يحرق لك الدهون، او البروتين ده هيبني لك عضل في يومين، او مش عارف ايه، كل الكلام اللي احنا بنقراه ده. واتحولت فكره ويلنس من اداء او احساس او وعي داخلي الى اداء خارجي. انا شفت ده بعيني، شفت ناس كتير بيحاولوا الدايت المثالي، المكمل المثالي، الطريقه المثاليه عشان تعمل ده، او الكبسوله المعينه، البروتين شيك المعين، وللاسف بتلاقي الناس تايهه، ما هي ما بتتحسنش. على فكره ان انا كنت من الناس دي، انا كنت فاكر ان الاوبتمايزيشن دايما ان هو ان انا احس ان عندي يبقى لازم اخد الحاجه الزياده اللي هي تعلي من الموضوع ده، ولكن للاسف مش دي الحقيقه. وده اللي خلاني اقف كده واهدى واغير مساري وطريقه تفكيري في الهيلث اند ويلنس عامه. ومن هنا بدأنا فكرة ويلترا. ويلترا مش فكرة ان انت تشتري صح، ويلترا فكرتها ان انت تعرف ايه اللي بيحصل جواك وتتحكم في الموضوع من هنا. يبقى ده الجراوند تروث والبداية بتاعتك ما بينك وما بين نفسك، بحيث ان انت تقدر تتقدم واحدة واحدة. مش عشان ابيع صحة، عشان اعلم الناس تفهم صحتها. الوعي مش الشراء هو الطريق الوحيد الصحيح اللي يقدر يخرجنا من الدوامة اللي احنا فيها دي. صناعة الويلنس دي عامة جاية من منظور مهم جدا، جاية تهاجمك من منظور مهم، اللي هو انت مش كفاية، اللي انت بتعمله مش كفاية، في دايما اكتر. وبالتالي بتلاقي ان هم بيبدأوا يدخلوا الافكار دي علينا، بيديك الكونسبت اللي هو اللي انت بتعمله ده مش كفاية، لانه بيوصلك لواحد 2 3 4 5. فبالتالي يبقى عندك بين معين او وجع معين او حالة من النقص، اللي هو يقدر يوفر لك منتج ليها عشان يحل مكان النقص ده او مكان الفجوه. فهتشوفوا هتلاقي بيجيبوا الانفلونسرز اللي بتحبوهم ويوريك الانفلونسر بيعمل ايه والروتين بتاعه الصباحي، اللي هو لا بقى الناس لازم تصحى دلوقتي تجيب ميه معينه وتحط وشها مش عارف في طبق ايه عشان ده يعني الحاجات البسيطه دي خلت الناس فاكره انه اوكي انا لازم اعمل كده. او اللي يصحى دايما يصحى لازم ياخد مشروب معين. هتشوف كل الانفلونسرز في الاعلانات، في البوستس، في الجيم لازم ياخد مشروب معين بين السيتس او بعد التمرين. فكل ده بيخلق فجوه، فبتحس ان انت عشان توصل للشخصيه اللي انت بتتفرج ومعجب بيها دي لازم امشي ورا الطرق دي. فايه اللي بيحصل؟ بنخلق سوق من لا شيء. وده اللي حصل في ويلنس اندستري عامه والفتنس اندستري، ان بدانا نشوف ايه اللي ممكن نلعب عليه عشان نبيع اكتر. ودي هي القصه ببساطه. وهنلاقي ان في ناس كتير صحتها كويسه جدا ما شاء الله عليها وجسمها حلو جدا ما شاء الله عليهم، وما بياخدوش اي حاجه من الحاجات دي، لانه بيعرف عنده الوعي الاساسيات. هو ده المهم. الاوبتمايزيشن او الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي حاجات تفرق 2 3 4% في حالات معينه، مش كل الوقت. فما ينفعش توجهنا يبقى
للحاجات اللي تفرق معانا في 2-3% في البرفورمانس او في النتائج بتاعتنا، مش الحاجه اللي تفرق بال 80 وال 90%. تاني حاجة هتلاقوا حاجات زي الديتوكس، اللي هي شاي الديتوكس، شايات معينة الناس بتقولك عليها انت بتاخدها بتنظف الكلى، بتنظف الكبد، مش عارف بتحرق الدهون. برضو الكلام ده غير صحيح، اتكلمنا عليه، لان ببساطة لازم نرجع لأساس الموضوع. ازاي ممكن احرق دهون؟ لا، الدهون بتحرق من فجوة في الطاقة اللي بدخلها وبصرفها، مش من ان انا اشرب شاي. طب هل في حاجات فعلا ممكن تطهر الامعاء وتطهر الكبد وكده على حسب الانجريدينتس اللي فيها؟ ايوه، بس مش ده اللي احنا محتاجينه. مش كل الناس عندها توكسيسيتي، يعني يعتمد على انت عايش فين وبتاكل ازاي وبتنام ازاي وبتشرب ميه عامله ازاي. تمام، عاوز تعملها عشان تطمن، اوكي، بس ما يبقاش الفكره هي ان الديتوكس ده هو اللي هيغير حياتك كلها، هو اللي هيخليك تخس، هو اللي حياتك واقفه عليه. اي حد بياكل اكل غير صحي او نظامه غير صحي، لما هياخد الحاجات دي هيحس ان هي دي اللي عملت الفرق. ولكن في الطبيعي لما الشخص بيعمل ديتوكس مثلا، مع الديتوكس ده الدايت نفسه بيتغير. يعني مع الشاي اللي بياخده او السبلمنت اللي بياخدها، انت الدايت بتاعك اصلا متغير كله. فلما تلاقي ان الدايت بيتغير وبتاخد حاجه وبتعتقد ان الحاجه دي هي اللي محسنه الوضع اللي عندك، ده اكيد طبعا غلط. فبنيجي ساعتها نقول ايه؟ طب نبعد الديتوكس تي ده مثلا او السبلمنت دي، ونيجي ان احنا فعلا نظبط الدايت بتاعنا. بس في الاول خلينا نبدا بده، هتحسوا بنفس الفرق. هتحس ان البطن مش هتبدا تتنفخ، هتخسر وزن، هتخسر دهون، هتحس بطاقه، بنشاط. فهو مش الديتوكس، مش شيء الديتوكس طبعا، الا بقى لو في او السبلمنت الديتوكس يعتمد بقى على الشخص اللي هو فعلا راح ولقى ان هو عنده مشكله من دي، فياخد حاجات طبيعيه على قد ما يقدر، ما فيهاش مشكله. هنا قيمه السبلمنتس هنا كويسه، ان هي حاجه طبيعيه بدل من دواء معين، اوكي. بس لو بتتاخد بفكره ان هي دي السبب ان الواحد يتحسن، ده بلاسيبو افكت. يعني الواحد بيربط المواضيع ببعض من غير ما يكون لها علاقه ببعض. طبعا هنيجي بقى هنا في حته السوشيال ميديا وانتشار السوشيال ميديا واهميه السوشيال ميديا في انتشار اي حاجه. ودايما هتلاقي ان السوشيال ميديا النتائج اللي بتيجي لاي حاجه بتخوف اكتر من العكس، وانا بنفسي جربت الكلام ده. السوشيال ميديا كلها ماشيه بالاحاسيس والايموشنز والخوف والقلق والكلام ده كله، لان هي دي الحاجه اللي بتزود انتشار الموضوع. فهتلاقي دايما ان من ناحيه السبلمنتس او الهيلث اند ويلنس بيبدا يخوفك عشان يخليك تحس ان عندك مشكله، ويقوم يديك علاج المشكله الافتراضي اللي هو ممكن يكون فعلا حاجه تنفع او حاجه ما تنفعش. دراسه MIT في سنه 2022 لقوا ان انتشار المعلومات الغالطه ممكن تكون غالطه ومخيفه 6 مرات انتشار الحاجات الصحيحه اللي هي العاديه اللي ما بتعملش افكت. فالكذب بينتشر 6 مرات عن الحقيقه في السوشيال ميديا. الحاجات التانية اللي الناس مش واخده بالها منها، ان بيبدا الناس تتحط في اكستريمز. ما ناكلش فاكهه، ما تاكلش كربوهيدرات، ما تاكلش لحمه، لا ما تاكلش الخضار. فبتبدا الناس تتفرق وتبدا ان بتخلق فجوات وبتخلق سوء من السوء الاساسي اللي هو الصحه وان احنا ازاي نبقى صحيين اكتر وازاي نهتم بصحتنا اكتر. بقت بتتفرع بقى لحاجات تانية كتير، ودي اللي بنشوف فيها يبدا الانفلونسر، كل انفلونسر ياخد سيجمنتس معينه، يبقى فيه زي انفلونسرز كتير داخلين في السيجمنتس دي، وكل سيجمنت ليها الناس بتاعتها. بقت زي يعني بتحس ان احنا قبائل بقى بنمشي ورا فكر واحد وطريقه واحده وبنبقى ضد بعض. فطبعا لما حد هينجرف لمحتوى معين هيبدا السوشيال ميديا يديله المحتوى ده ويكتر منه، فيبدا ينزل بقى تحت يتفرع كمان اكتر مع الناس، ويبقى تحت في بوكيتس معينه كده او مجموعه من الناس بتعمل حاجه بطريقه معينه، وتفضل بقى نيش داون بقى طول ما انت نازل لغايه بقى ما تلاقي قبيله كده من القبائل اللي انتم بتتبعوها دي. وهي في الاخر الناس كلها عاوزه الصحه، بس بيخلق فجأة عشان يبيع للاسف. اللي غير كده ان بيبقى فيه حاجات مكملات غاليه او روتينات غاليه الشخص بياخدها لانه بيعتقد ان هو هيوصل لحاجه تانية منها او يوصل للصحه فعلا، ولكن يعني ما بنوصلش. وفي نفس الوقت في ناس اصلا مش لاقيه تاكل، واحنا ناس بتصرف على لاكجري ماسكس وبروبايوتكس وبريبايوتكس وجات روتين ومش عارف ايه، وفي الاخر ده بيبدل الحاجه الحقيقيه اللي احنا المفروض ناكلها زي الاكل الصحي والعادات الصحيه والتمرين الصحيح والنوم الصحيح. فهي دي الحاجات اللي بتأثر على صحتنا ومش العكس.
فعشان لو تفتكروا في فيديو احنا اتكلمنا عليه، احنا قلنا احنا عايشين في سيستم هو بيبوظ الهابتس بتاعتنا عشان يطلع فجوات عشان يبيعوا للفجوات. احنا بنعمل كل ده وبنتفرع في الصحه وفي الاكل والغذاء بطريقه غير طبيعيه، وفي نفس الوقت في ناس ما هياش لاقيه تاكل. فده بيقول لنا ان في خلل في التوازن عامه في العالم، في خلل في التوازن، وده شيء متوقع لان هم بيلعبوا اصلا على الناس اللي معاها فلوس ان هي تقدر تصرف عامه، ولكن بسبب الناس اللي معاها فلوس تقدر تصرف ان هي بتبدا تتكلم على الحاجات ده، فده بيجبر على الليفل اللي تحته ماديا ان هو لا انا برضو لازم اصرف عشان اوصل للمرحله دي. فاللي بيحصل ان اللي معاه واللي معهوش كله بيحاول انه يتجه نفس الاتجاه، ودي بتبقى يعني من المشاكل او من مضاعفات الامر. في واحده كان اسمها زانا، معروفه روسيه، كانت الدايت بتاعها كله عباره عن فروتس وفيجيتابلز، يعني فاكهه وخضار، وفي سنه 2023 ماتت من الجوع لان اصحابها كانوا بيقولوا ان هي كان بقالها شهور ما بتاخدش حاجه غير الفاكهه والخضار والعصاير والكلام ده. يمكن ما ماتتش من الجوع ولكن ماتت من قله التغذيه في الجسم، لان ما ينفعش نركز على عنصر واحد يبقى هو اساس الطاقه بتاعتنا واساس الفيتامينات والمعادن، لانه مستحيل يحصل. ربنا خلق كل الحاجات اللي قدامنا دي والاوبشنز دي كلها، لان كل اوبشن ليها سبب، ليها فايده معينه، ولازم نعرف امتى ناخد اي واحده. وده بنرجع تاني للوعي. يعني فاكهه وخضار وعايش عليها، طب ماتت، واكيد في ناس كتير بيمشوا ورا النظام ده وبيموتوا، واكيد في ناس كتير بيمشوا ورا النظام ده وما بيموتوش. فهو يعتمد على الشخص، واكيد اللي ما بيموتش ده في حاجه تانية هو بيتغذى منها، ما بتبقاش بس كده. مستحيل تبقى حاجه واحده فقط انت عايش عليها، لان لما نبص على المنظور الخضار والفاكهه ما هياش كافيه ان هي تديك الفيتامينات والمعادن وتديك البروتينات اللي ما فيهاش بروتين. هتديك بروتينات منين؟ فهتعيش ازاي؟ جسمك هيبقى مال نوتريشن دايما، تبقى ضعيف، عندك العضل مش ضعيف، جسمك مش قوي. الحاجات اللي زي دي طبعا it doesn't make sense، يعني ما ينفعش ان احنا نتبع حاجه زي كده. دي اول حاجه. فتاني ما ينفعش فكره نعتقد ان عشان عندنا الفكره هتهزم الفيزيولوجي والبيولوجي بتاع الجسم. في ثوابت ما ينفعش نخرج عنها مهما اعتقدنا، مهما تجربه نفعت لمده قصيره ما ينفعش ان احنا نعتمد عليها للمدى البعيد. عامة احنا لازم نرجع للأساسيات. كفاية بقى من الدوشة دي، خلينا نتكلم على ايه اللي احنا المفروض نعمله، ايه الحاجات اللي ممكن نتحكم فيها اللي ممكن تساعدنا ان احنا نبعد عن الدوشة دي كلها. زي ما قلنا نرجع للأساسيات. في كذا حاجة لازم نخلي بالنا منهم عشان نقدر نخلي بالنا من صحتنا. 1 الأكل، ايه اللي داخل جسمنا. 2 الحركة، هل انا بستغل الحاجة اللي داخلة دي عشان اتحرك بيها عشان اعمل بيها حاجة ولا لا. 3 النوم. 4 ازاي انا فيزيولوجيا روحانيا او جسديا او عقليا بتحكم في نفسي. وخامسا ان انا ابص على الكلام ده كله واعمل كاليبريشن. يعني رقم 1 ان احنا لازم ننتقي الاكل اللي بناكله على حسب حاجات بسيطه جدا زي ما احنا عارفينها: بروتين، فاتس، كاربس، مينرالز وفيتامينز. ايه اللي هيفيدني من دول؟ ايه اللي هيساعد هرموناتي؟ ايه اللي هيساعدني في حالتي انا في يومي؟ ازاي بعيش يومي؟ ازاي بصحى؟ بتمرن امتى؟ بنام امتى؟ كل ده مهم ان انا اربط الاكل ما بينه، والاكل يكون صحي. وكل ما حسنا جوده الاكل كل ما كان احسن بالنسبه لنا، لان بندي جسمنا خامه احسن ان هو يقدر يستعملها، يحرقها عشان او يكسرها عشان يفيد الجسم. فمثلا هنيجي احنا بنتكلم على الحركه، انت مش محتاج تشتري ساعه ب 300 400 دولار عشان تتحرك، انت ممكن تتحرك وخلاص. المشي لوحده فقط بيقلل الامراض القلبيه ب 30%. كل اللي انت محتاجه 150 دقيقه في الاسبوع حركه. الموضوع مش صعب، بس الاساسيات دي بتساعد. في النوم نحاول ناخد 7 ساعات نوم، اللي يقدر 7 ساعات تمام، تقدر تاخد زياده اوكي، تقدر تاخد اقل يعني مثلا 6 اوكي، بس المهم المعدل يبقى كويس. المهم بنام وبصحى في نفس الوقت، المهم ان انا صاحي حاسس ان انا مش مرهق. وكل شخص هيختلف عن التاني، فمفيش حاجه واحده بس ممكن نعملها. احنا لازم نشوف ايه اللي ناقصنا ونمشي معاه. الستريس، لو انا مش قادر اتحكم في الستريس فانا هرموناتي مضروبه، فانا كورتيزولي مرتفع، فانا ما بخسرش وزن، فانا دايما بمرض، فانا عندي امراض مزمنه، فانا مش قادر اركز ودايما عايش في لحظه الهلع دي. طبعا ده برضو مش كويس، ده هيزيد. فالوعي هيدينا وضوح، الوضوح هيدينا هدوء، الهدوء هيدينا مساحه نفكر من غير اي دوشه ومن غير ما نكون متاثر علينا باي حد. وده هو المكسب الحقيقي، وده اللي اتمنى ان احنا نوصل له. شكرا ليكم وهشوفكم في فيديو جديد.